فاضل على رمضان أيام قليلة، أيام وهنسمع أول فطار، أيام وهنسمع مدفع الفطار، أيام وهنتلم كلنا على الطبلية في أول فطار في رمضان، أيام والدنيا كلها هتنور والبيوت كلها هتنور. بس السؤال هنا، احنا جاهزين؟ مش قصدي بقى جاهزين في الأكل ولا الشرب ولا العزومات ولا حتى التنظيف ولا الخزين الحلو اللي احنا عملناه والحاجات الكتيرة اللي جهزناها. أنا قصدي قلوبنا فعلا جاهزة. رمضان مش هيستنى حد، لا مستني اللي ناوي يتغير ولا اللي بيقول بعدين. رمضان جاي كده كده. طول السنة بنقول لما يجي رمضان هنصلي، لما يجي رمضان هنقرب، لما يجي رمضان هبقى أحسن. أهو رمضان قرب والعداد شغال. السؤال الحقيقي، هندخل ازاي؟ دلوقتي عندنا زحمة في الدنيا وضغط علينا وكتب ومدارس ودنيا كبيرة فوق دماغنا. هنستقبل رمضان ازاي؟ هنبقى قلوبنا صافية كده وعقلنا كده رايق لرمضان ازاي؟ ساعات بنستقبل رمضان واحنا مرهقين. مش مطلوب نبقى مثاليين. ربنا عمره ما طلب الكمال، طلب الصدق والمحاولة، القلب الصادق الناوي. خلينا نقف دقيقة كده ونبص على نفسنا. آخر رمضان فات علينا خرجنا منه بإيه؟ صلاتنا فعلا اتحسنت؟ دعواتنا استجابت؟ عادات سيئة سبناها؟ يعني تخيلوا كده رمضان يجي علينا ونطلع منه واحنا ايه، صفر اليدين، طالعين زي ما دخلنا، مفيش اي حاجة اتحسنت في حياتنا. احنا عايزين نطلع من رمضان واحنا كسبانين حاجات حلوة. صلاة بقينا بنصليها بخشوع، دعوات من القلب تستجاب، عادات سيئة هنسيبها ان شاء الله. اي حاجة بنعملها كده بينا وبين نفسنا تغضب ربنا، ان شاء الله ان شاء الله ناويين نسيبها بإذن الله. التوبة، نتوب ان شاء الله في رمضان. يمكن بنخرج من رمضان بتعب، يمكن خرجنا منه بتقصير، بس لسه الفرصة موجودة. ربنا مدينا رمضان تاني. طول السنة نقول اللهم بلغنا رمضان. ربنا قال لنا أنا بلغتكم رمضان. رمضان أهو، وروني هتعملوا إزاي، هتكفروا عن ذنوبكم إزاي، هتسيبوا الذنوب دي إزاي، هتسيبوا التقصير بتاعكم في العبادات إزاي، هتسيبوا تقصيركم في حق نفسكم إزاي. الخوف من إن رمضان يضيع واحنا زيه زي اي رمضان عادي، ده اللي احنا خايفين منه. احنا عايزين نطلع من رمضان واحنا فعلا كسبانين. رمضان يقرب كان في احساس كده بنحسه غريب، يعني واحنا عيال صغيرين كده كان احساس ان رمضان مقرب، ده حاجة كده في نفسنا في قلوبنا. مش حكاية اكل ولا مسلسلات، لا احساس كده طمأنينة. دلوقتي كل حاجة بقت سريعة، كل حاجة بتعدي علينا واحنا مش لاحقين نحس بيها. حتى العبادة بقينا مستعجلين فيها. رمضان عبادته لازم تكون مختلفة عن أي شهر في السنة. رمضان لازم يكون خطوة في التغيير، هنغير حياتنا كلها. أول التغيير إن شاء الله رمضان هيعدي علينا وإحنا حاسين بكل حاجة حلوة فيه، ونغير من نفسنا إن شاء الله. زي ما قلنا قبل كده، رمضان مش سباق، مش هنقول مين عمل أكتر من مين، مين قرم أكتر من مين، مين سبق مين. لا، إحنا عايزين رمضان مين قلبه حاضر فيه، مين اللي صادق، مين اللي تاب بصدق في رمضان. قبل ما نرتب البيوت محتاجين نرتب جوانا. أول حاجة كده نسامح كل اللي غلطوا في حقنا، نسامح كل اللي عملوا في حقنا حاجة مش حلوة، نسامح كل اللي جابوا سيرتنا، هنسامح كل الناس اللي حوالينا. تاني حاجة هنعتذر لأي حد احنا غلطنا في حقه، لأي حد غلطنا في سيرته، لأي حد برضه حوالينا حاسين ان احنا جرحناه ولو بكلمة. عشان تدخل رمضان خفيف لازم تبقى متسامح. النية، ننوي من دلوقتي كده ان احنا رمضان ان شاء الله هيكون مختلف. دعائنا يبقى بسيط كده، ان ربنا يقبل دعواتنا مهما كانت بسيطة. ربنا بيقبل القليل، ركعتين بصدق احسن من 10 بغير قلب. يعني ايه؟ احنا لو صلينا كل يوم ركعتين بصدق احسن ما صلي ورا الناس كده 10 20 ركعة وانا مش حاسة بحاجة. ربنا بيشوف القلوب مش الاعداد. فاضل على رمضان ايام قليلة ومش عايزينه يعدي زي اللي فات، عايزينه يسيب اثر ولو بسيط في نفوسنا وفي حياتنا. اللهم بلغنا رمضان بقلوب اقرب.
ونفوس أهدى وأرواح مشتاقة. اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا مرور الكرام، واجعل لنا فيه نصيب من الرحمة والمغفرة والعتق من النار. قولوا لي بقى، هتستقبلوا رمضان السنة دي ازاي؟ استقبالكم رمضان ناويين ان شاء الله يكون ازاي؟ هيكون مختلف عن رمضان اللي فات ازاي؟ خزنا كل حاجة، عملنا كل الحاجات ان شاء الله اللي تريحنا في رمضان. خزنا الطماطم، وخزنا الخضار، وخزنا العصاير، وخزنا حاجات كتير ان شاء الله تريحنا في رمضان. جبنا مكرونة، جبنا سكر، جبنا زيت، جبنا سمنة، جبنا رز، جبنا اساسيات شهر رمضان في الاكل والشرب اللي هنوسع فيه على عيالنا باذن الله. جبنا اللي نقدر عليه من الفراخ واللحوم. جبنا الحاجات الحلوة اللي احنا كنا محوشين من اول السنة عشان نفرح ولادنا بيها في اول رمضان. جبنا اليميش، جبنا البلح، جبنا الحاجات اللي احنا ما كناش عاملين حسابهم في مصروفنا، بس عاملين حسابهم في تحويشنا، في حصلاتنا الحلوة اللي فتحناها عشان نجيب الحاجات الغالية اللي ان شاء الله تفرح اولادنا. عايزين بقى رمضان السنة دي يكون مختلف في كل حاجة، في استقبالنا ليه وفرحتنا بيه واكلنا وشربنا وكل حاجة. ان شاء الله رمضان السنة دي يكون مختلف. عايزين نبدع كده في اكلات رمضان ونحسس ولادنا ان رمضان مختلف عن اي شهر في السنة. احنا قلنا مش عايزين نتعب نفسنا في وقفة المطبخ الكتير. اكلاتنا هتكون بسيطة وكل حاجة مجهزينها، لحمتنا عاملينها. مثلا احنا عاملين دلوقتي صينية رقاق، نعملها كده بلحمة عينها في الفريزر جاهزة. حاجات بسيطة بنعملها ما توقفناش كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت تبقى مختلفة وتحسس ولادنا ان رمضان السنة دي مختلف. ولادنا بيصوموا، ولادنا بيفرحوا برمضان زينا، فلازم نفرحهم بكل حاجة في رمضان ونحسسهم ان رمضان ده مختلف عن اي رمضان. كل سنة وانتم طيب. ما تفوتيش يوم في رمضان من غير ما تعملي حاجة حلوة لولادك تفرحهم. هيكونوا صايمين وفي مدارس وفي دروس وفي لف طول النهار، فييجوا كده على فطار كده يلاقوا فرحة في البيت كده، مش يلاقوا هم ونكد. مش يلاقوا ضغط غير الضغط اللي هما شايفينه بره. يلاقوا كده فرحة في البيت كده، يلاقوا حاجة حلوة، عصير حلو انت عاملاه قبل الفطار. يلاقوا تجهيزات كده وروح حلوة في البيت كده. مهما كنت انت تعبانة، ما تحاوليش تبيني قدامهم التعب والنكد في رمضان. خلي رمضان يعدي عليهم كده وهو رمز الفرحة والحاجة الحلوة كده اللي احنا مستنيينها من السنة للسنة. مش ممكن نقول لولادنا استنوا رمضان من السنة للسنة واحسبوا له معانا وافرحوا برمضان، ونيجي أول ما رمضان يبدأ الضغط يزيد علينا نكرههم في رمضان. نبدأ بقى انت ما ذاكرتش حلو ليه، انت ما كتبتش ليه، انت ما عملتش ليه، ونبدأ نكرههم في رمضان حتى على الفطار. فخلوا رمضان السنة دي كل الدراسة هتعدي وكل حاجة هتعدي، يعملوا واجباتهم وكل حاجة، بس بعقل. مش لازم ضغط جامد في رمضان، مش لازم نحسسهم ان الدنيا صعبة في رمضان. خلوا رمضان كده السنة دي بالذات يعدي عليهم سهل وبسيط كده. خليهم يعدي عليهم بفرحة كده، عشان لما يخلص رمضان يستنوا رمضان التاني ويقولوا ده كان أحلى شهر في السنة فعلا. فعلا يحسوا بحلاوته وإن هو فعلا شهر مختلف وبيحبوه ومستنيينه من السنة للسنة. أنا بقول كده عشان إحنا وإحنا صغيرين كنا بنفرح بالحاجات دي، وإحنا صغيرين كنا بنستنى رمضان عشان الفرحة دي، وإحنا صغيرين كنا بنستنى رمضان عشان الجو الحلو اللي في البيت، فرحة رمضان اللي في البيت، اللمة الحلوة اللي على الفطار، الكلام الحلو اللي على الفطار، الضحكة الحلوة، تجهيز الفطار، المشاركة في تجهيز الفطار. كل حاجة حوالينا كانت حلوة وبتفرحنا برمضان. فخلي الحاجات دي تتنقل لعيالك، وخليهم يفرحوا برمضان، وخليهم يكونوش مضغوطين قوي في رمضان. الدراسة كده كده شغالة وكده كده طويلة، مش هيعدي يعني عليهم حاجة جامدة. يعني ناخد الحاجات الأساسية كده، مش لازم نضغطهم جامد في رمضان، وبعد رمضان نبقى نشد شوية عليهم عشان يعوضوا اللي فاتهم في رمضان. تقدري تفوت مثلا تغيبيهم يوم او اتنين في الاسبوع، مفيش مشكله نغيبهم. تقدري ان انت تخففي عنهم في الواجبات بتاعه الدروس، مثلا تكلمي مدرسين الدروس ان احنا نخفف الواجبات شويه، مفيش مشكله. ده شهر واحد في السنه نخففه، مفيش مشكله. اي حاجه تخففي فيها على اولادك في رمضان هتكون في ميزان حسناتك وهتكون حاجه حلوه. وبعد رمضان ان شاء الله نعوض اي حاجه سبناها في رمضان. زي ما قلنا عايزين رمضان السنة دي يكون مختلف، فرحته تكون مختلفة، روحه تكون مختلفة.
كل حاجة فيه مختلفة عشان ولادنا يحبوه وينتظروه من السنة للسنة زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين. افتكروا زمان كده كنا بنفرح برمضان ازاي ولمة رمضان ازاي واكل رمضان ازاي وكل حاجة حوالينا في رمضان، وانتوا هتعرفوا ازاي تتعاملوا مع اولادكم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بارك لنا في الباقي من شعبان وبلغنا رمضان واحنا في اتم صحة وافضل حال وفي سعادة وفي هنا وفي جبر خواطر وفي ستر وفي بركة في بيوتنا وفي صحتنا وفي اولادنا. اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين.